السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا أعدائهم أجمعين. طلب مني كثير من الإخوان أعلق على إحدى حلقات برنامج أحمد البشير، وأن ليس من عادتي أن أعلق على برامج سياسية لأنني لا أحب السياسة، ولكن تلبية لطلب الإخوة سأعلق، وأيضا لأنهم تكلموا في أمور دينية. قام أحمد البشير باستضافة شخص سياسي لا علاقة له بالدين، وكالعادة نفس المصيبة التي نعانيها مع الوهابية، أنه يخرج سياسي أو شخص لا علاقة له بالدين ويتكلم في أمور دينية، يعني يضع لنفسه وسام الباحث المتخصص في دين الشيعة، أمثال أبو صابر وغيره وما أكثرهم هذه الأيام. فتستطيعون أن تتصوروا ماذا ستكون النتيجة. دعونا نشاهد ماذا جرى في بداية اللقاء ثم نعلق إن شاء الله. راح تجيب لي بعدنا استونا بدينا أسألتني عن عمامة، ما أدري العمامة لحقتني لأن أنا والله وايد يسأل على العمايم. العمايم أيوة، لا مو محلها، هم جاي دورهم هسه شهر رمضان. أبشرك هاي الطوط والطيط والطاط مالتك ذني اللي يسويهن هم هسه برمضان راح كلش يطوطون كلش هواية براحتهم. شلون يعني؟ اكو قضايا يعني خلاعية، كلمة عربية هاي مارد، اكو مسألة خلاعة راح يتحدثون بها بشهر وكأنما هاي القصة موقتة ويا شهر رمضان مو بالأيام العادية. وكنت تعال اشبع فتاوي. حين يتكلم سياسي في الدين تكون هذه النتيجة. أنت الذي تتحدث عن فتاوى في شهر رمضان، أنت بنفسك تحتاج إلى فتوى في حلقك اللحية. أنت سياسي وأمرض وتتكلم عن الفتاوى والدين، ألا تستحي؟ ثم تقول أن المعممين جاي دورهم في شهر رمضان. نعم، خير إن شاء الله، جاي دورهم في شهر رمضان وفي كل شهر رمضان. ما هي مشكلتك؟ لا تريد منهم أن يفتوا الناس؟ على الأقل يفيدون الناس في شهر رمضان. أنت بماذا ستفيد الناس في شهر رمضان؟ ممكن تجاوب؟ أنت بنفسك تحتاج أن تستمع إلى هذه الفتاوى كي يكون صومك صحيح، وإلا كيف تعلمت أنت أحكام الصيام ومفطرات الصيام؟ هل قرأت كل الكتب واستخرجت منها الأحكام؟ وأيضا ليس المعمم من يذهب إلى الناس كي يعطيهم الفتاوى، بل الناس هم من يحتاجون أن يسألوا المعمم. فالمعمم يقوم بواجبه بتعليم الناس هذه الأحكام في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. ما هي مشكلتك؟ أيام العادية وكنت تعال اشبع فتاوي. ومعجون الأسنان ياهم من معجون الأسنان يفطر لو ما يفطر؟ هاي مهمة. نعم مهمة، من قال أنها ليست مهمة؟ لأن الناس تخاف على آخرتها، لهذا تسأل. وليس كل الناس علماء وفقهاء، فمن الطبيعي أن يسألوا ليتفقهوا في الدين. أنا لا أعلم أين يوجد السخرية والضحك في هذه القضية. إذا كنت أنت تعلم أن معجون الأسنان يفطر أو لا يفطر في شهر رمضان، فهناك من لا يعلم ويحتاج أن يسأل. لماذا السخرية؟ إذن على حسب كلامكم سدوا أبواب الإفتاء واتركوا الناس تصوم كما يحلو لها. ما هذه التفاهة؟ ومعجون الأسنان ياهم من معجون الأسنان يفطر لو ما يفطر؟ هاي مهمة. الجقار والما أدري شنو الطيط بالمعنى تفطر لو مبطلات الصيام والوضوء شنو القصة؟ عجيب، لماذا يتكلمون في هذه المواضيع البعيدة كل البعد عن هذا البرنامج السياسي؟ ولماذا يصغرون ويستهزئون ويضحكون ويحقرون المعمم؟ ما قصة هؤلاء؟ ولماذا هذا الأسلوب الاستفزازي؟ ما هو وجه العيب في هذه الفتاوى في شهر رمضان؟ صدق هاي ليش كل سنة يعيدوهن؟ ما عندهم شغل، ما لهم خطية، لا عندهم شغل ولا عمل. يقول ليش كل سنة يعيدون هذه الفتاوى؟ عجيب يا أخي، احترم عقول مشاهديك. ألا تعلم لماذا يعيدون كل سنة هذه الفتاوى في شهر رمضان؟ وماذا تريد؟ أن يفتوا الناس مرة واحدة ثم يغلقوا باب الإفتاء؟ ما هذا الكلام؟ هل أنت تعي ما تقول؟ ألم تقرأ كتاب الله الذي يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ فمن الطبيعي أن المؤمن يذكر أخاه المؤمن بأحكام الصيام، ومن الطبيعي أن الناس تسأل عن أحكام الصيام لجهلهم بالدين. فالناس ليسوا علماء، الناس مشغولة بالأمور الحياة الدنيوية، وتحتاج في كل عام أن تسأل عن أمور معينة في أحكام الصيام، فالناس تنسى. صدق هاي ليش كل سنة يعيدوهن؟ ما عندهم شغل، ما لهم خطية، لا عندهم شغل ولا عمل. يعني المعمم ما عنده شغل ولا عمل، فقط يجلس يفتي الناس في شهر رمضان. طيب هب أن كلامك صحيح، ثم ماذا؟ خير إن شاء الله. هل هذا تراه عيبا؟ أن يتفرغ المعمم في تعليم الناس أحكام الصيام في شهر رمضان؟ هل هذا عيب؟ أنت ما مشكلتك مع المعمم؟ لماذا هذا التحقير للمعمم؟ تتكلم كأنك وهابي. أنا أسأل الإخوة العراقيين، هل هذا الشخص شيعي؟ هم لو اذني يحشون بين لو يصعد على المنبرين عاد قوم تبكي تعطيه فلوس، ما عاد وش ياخذون فلوس؟ الآن انتهى من الاستهزاء بالمعمم في شهر رمضان، انتقل إلى درجة أخرى وهي المنبر. نكمل. بلاش عبالي والله عبالي أجر، دورون أجر على الحسين يبكيك وينعيك وقالب الدنيا وذابح نفسه ويدق ويلطم على المنبر، وخاصة يوم استشهاد الإمام أبي عبد الله الحسيني تشيت من المنبر تقول جاي يسبح. أنا لا أعلم لماذا يستعمل هذا الأسلوب الاستفزازي، يتكلم عن المعمم وكأنه شخص حقير لا قيمة له في المجتمع. أهكذا يتكلم الشيعي عن تراثه وطقوسه ومنبره ومعممه؟ ماذا سأقول أنا كمتشيع؟ ولم تعلم أن رسول الله كان أشعث أغبر يوم مقتل الحسين؟ ألم تقرأ هذه الروايات؟
هل ستستهزئ بفعل رسول الله؟ أليس رسول الله هو أول من بكى على الحسين عليه السلام؟ وهل تعرف معنى الجزاء على الحسين؟ هل تريد أن أرد عليك كما أرد على الوهابية؟ كلامك هذا هو نفس كلام الوهابية واستهزائهم بالمعممين الشيعة حين يصعدون المنبر ويبكون على الحسين عليه السلام. ثم لماذا هذا التعميم؟ هل كل معمم يصعد إلى المنبر ويذكر مصيبة الحسين عليه السلام ويبكي ويلطم على سيد الشهداء يدور فلوس؟ هل أنت كنت مع كل معمم ورأيته يأخذ فلوس؟ وأنت حضر جنابك أتيت إلى هذا البرنامج بالمجان يعني؟ أم تبحث عن شهرة أكثر وفلوس؟ وهذا أحمد البشير حضر جنابه جاء بك إلى برنامجه بسبب وجهك الجميل؟ أم لكي يربح مشاهدات من ورائك وفلوس وهكذا يصعد برنامجه؟ كلكم تبحثون عن الفلوس، فكيف تتهمون غيركم أنهم يبحثون عن الفلوس؟ كل شخص يرى الناس بعين طبعه. لا صدق أنا ما أدري يأخذون فلوس عليها هاي؟ نفس هذا السؤال نوجهه إليكم، هل أخذتم فلوس كي تظهروا في هذا البرنامج؟ الجواب نعم. فإذا جاء شخص يريد أن يكرم المعمم بالمال فهل هذا يعد حراما؟ من أفتى بهذا؟ حلال عليكم وحرام عليهم؟ أنت إن كنت إنسان منصف فكان عليك أن تفرق، فليس كل معمم فاسد، ليس كل معمم يبحث عن المال، هناك معمم صالح وهناك معمم طالح، هناك معمم يصعد المنبر ولا يقبل درهم واحد من الناس، بل هناك من يدفع من جيبه. فكلامكم هذا غير معقول أبدا. لماذا تضع كل معممين في نفس الخانة؟ أليس هذا كذب وافتراء على الناس؟ لا صدق أنا ما أدري يأخذون فلوس عليها هاي؟ حسب يعني هو هذا الروزخون اسمه طبعا أو القارئ يعاملك إذا زين وينعي ينعى زين والناس تبكي وتذب دموع وكذا. تدري العراق من قديم الزمان لا شغل لا عمل. هاي لو أكو معامل، لو دولة صناعية، لو دولة زراعية، وين يجي يقعد قدام واحد مهتلف يحكي له عن روايات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما يجي يقعد مو فارغ. يعني أفهم من كلامك أن الذين يجلسون ويستمعون لمصيبة الحسين عليه السلام هم فقط أناس فقراء جهل، وأن العراقي الغني الفاهم لا يهتم ولا يستمع إلى مصيبة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام؟ ما هذا التحقير للمواطن العراقي؟ هل أنت تعي ما تقول؟ هل مصيبة الحسين مختصة بأفراد معينة من الناس؟ أم لكل شخص محب الحسين عليه السلام؟ ثم من أين لك أن المعممين يصعدون إلى المنبر فقط ليبكوا الناس؟ أين ذهبت المحاضرات التي يلقونها على المنابر لساعات وساعات قبل أن يلطموا ويبكوا على الحسين؟ أم إن الحقد على المعمم أعمى قلبك؟ ثم قال أن المعمم يصعد المنبر ويتكلم عن روايات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يكذب على الناس كي يبكون. عجيب. وهل المعمم يحتاج أن يكذب أو يختلق روايات أو يتباكى حتى يبكي الناس على الحسين؟ أي شخص تذكر له مصيبة الحسين يبكي، إلا الوهابي الذي يفرح في يوم الذي قتل فيه الحسين. مصيبة الحسين أبكت السماء والأرض وليس فقط البشر. لو دولة زراعية وين يجي يقعد قدام واحد مهتلف يحكي له عن روايات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما يجي يقعد مو فارغ، ملتهي بالعمل والصناعة. الشعوب هاي من غار، من ألمانيا، من بريطانيا، يشتغلوا من الصبح لليل. ذولا لا فالدمعتين أطب يوم القيامة للجنة. هواي راح أطب للجنة. من أنت؟ رب العالمين؟ كيف علمت أنه سيدخل الجنة أو يدخل النار؟ ما هو دليلك؟ مشاهدينا كل الأسماء الواردة في هذا اللقاء غير مكفولين حق الرد. شنو القمع هذا؟ خطية على الأقل كفيش يخليه يطلع بالتلفزيون ينفع عن نفسه. يروح هو بأفاق ويا محمد الحمد يقعدون يسولفون بحديقة وهم مقاولة هو ويا غيره مسوين ذولا كم واحد. كل محطة جايبة له كم عمامة يثرد برأس الناس. من كتاب البحار، بحار الأنوار العلامة المجلسي، وأخذ دق صلخ اللي هو 99% فارزة 9/10 من البحار أباطيل وخرافات وأكاذيب. ما شاء الله عليك، وضعت لنفسك وسام الباحث المتخصص في دين الشيعة مثل الوهابية. ماذا تعني بكلامك أن 99% من البحار كذب وأساطير؟ إذا كنت تعني أن 99% من البحار أكاذيب وأساطير فهذه مصيبة. من حضرت جنابك؟ هل أنت العلامة المجلسي؟ متى قرأت كتاب بحار الأنوار الذي يحتوي على أكثر من 100 مجلد؟ هل اطلعت على كل روايات في هذه المجلدات ووصلت إلى النتيجة أن 99% أكاذيب وأساطير؟ من علماء الشيعة قال هذا الكلام؟ أم أنك تكذب وتفتري على البحار هكذا بدون دليل؟ أما إذا كان قصدك أن المعمم 99% من الروايات التي يقرأها على المنبر من كتاب بحار الأنوار كلها أكاذيب وأساطير فأنت هنا تكذب. من قال لك أن المعمم فقط يقرأ من بحار الأنوار؟ ومن قال لك أن كل ما يقرأه المعمم من البحار 99% كذب؟ وهل فقط بحار الأنوار هو الكتاب الوحيد الذي روى مصيبة الحسين؟ هل أنت تعي ما تقول؟ هذا الافتراء. يا أخي استحي على وجهك، أنت تتكلم في قناة فضائية ويشاهدك الملايين من الناس، على الأقل احترم عقولهم. بسبب كلامك هذا سيفقدون الثقة بك وتصبح حبيب الوهابية وليس حبيب الشيعة. ولا أعتقد أن شيعي واحد يرضى بكلامك هذا لأنه كلام باطل.
فأنت هنا تطعن في تراث ومقدسات الشيعة وفي كل معممين الشيعة، وتجاوزت الخطوط الحمراء. والله أتعجب بجرأة هؤلاء، يتكلمون بهذه الطريقة الاستفزازية على الفضائيات مثل الوهابية ولا يستحون. أنت سياسي، خليك في سياستك، ما دخلك في الدين. ثم ماذا سيستفيد الشاب الشيعي من كلامك هذا؟ أليس هذا الكلام سينفر شباب الشيعة من كل معممين ومن كل منبر يذكر فيه مصيبة الحسين؟ أليس هذا الكلام يفسد عقول شباب الشيعة؟ هل أنت تخدم الشيعة أم تخدم الوهابية؟ أتمنى أن تجيب. والسلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.